أهلا بحبايبي طلاب 5 ابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض التقييم بتاع الأسبوع العاشر من كتاب المدرسة. أول سؤال بيقولي: لماذا لا يصطدم القمر بكوكب الأرض أثناء دورانه في الفضاء الخارجي؟ ليه القمر مش بيخبط في كوكب الأرض وهو بيلف في الفضاء؟ علشان أنا كان عندي أهو كوكب الأرض وكان القمر بيدور حواليه بالشكل ده في مدار منتظم. طيب ايه اللي بيخلي القمر يدور حوالين الارض في مدار منتظم؟ طبعا بسبب جاذبية الارض للقمر، علشان الارض كتلتها اكبر بتشد القمر لعندها. يبقى الاجابة لانه يدور في مدار ثابت بسبب جاذبية الارض للقمر، الكبير بيشد الصغير. تاني سؤال بيقولي: كل جسم يرتفع إلى أعلى يسقط باتجاه الأرض. لو رمينا كرة ليه هتقع تاني باتجاه الأرض؟ برافو، بسبب جاذبية الأرض اللي بتشد أي حاجة تاني لأسفل. بسبب الجاذبية الأرضية. كتلة الأرض نقط من كتلة القمر، لذلك يدور نقط حول نقط. مين كتلته أكبر، الأرض ولا القمر؟ الأرض. طيب مين بيشد مين؟ الأكبر بيشد الأصغر، يبقى الأرض، لذلك يدور القمر حوالين الأرض. طيب كتلة الأرض نقط من كتلة الشمس. بصوا هنرسم رسمة علشان تسهل علينا الكلام ده. ادي الشمس دي اكبر نجم في المجموعة الشمسية، اكبر حاجة في الفضاء. مين اللي بيدور حواليها؟ الكواكب، ومن ضمن الكواكب مين؟ كوكب الارض. طيب مين اللي بيدور حوالين كوكب الارض؟ القمر. طبعا كوكب الارض كتلته اكبر. طيب الشمس اكبر كتلة بتشد مين؟ بتشد الارض. طيب الارض اكبر ولا القمر؟ طبعا الارض، يبقى الارض يشد القمر، الكبير اللي كتلته اكبر يشد الاصغر. كتلة الارض اصغر من كتلة الشمس، لذا تدور نقط حوالين نقط. مين يا ترى هيدور حوالين مين؟ الأصغر هيدور حوالين الأكبر، يبقى لذا يدور كوكب الأرض حول الشمس. برافو عليكم. طيب اكتب علاقة السبب والنتيجة في العبارات الآتية. مهم جدا جدا نقرأ عنوان السؤال علشان نعرف هو عايز ايه. السبب احتكاك اطارات السياره بالطريق. ايه النتيجه؟ يعني لما واحنا راكبين العربيه ندوس فرامل، ايه اللي بيحصل؟ بتبقى فيه قوه احتكاك بتاثر في عكس اتجاه الحركه. طيب قوه الاحتكاك دي هتعمل ايه يا مس مارينا؟ طبعا بتبطئ من سرعه العربيه بسبب الاحتكاك، فالسرعه هتقل لحد ما العربيه تقف، يبقى تقل سرعه السياره او تتوقف. تاني حاجة، تسحب جاذبية الأرض القمر. إيه النتيجة؟ إنه الأرض بيسحب كوكب القمر، كوكب الأرض بيسحب القمر، إن القمر بيفضل يدور في مدار ثابت حوالين الأرض. دوران القمر في مدار ثابت حول الأرض. تسحب الجاذبية الأرضية الكرة لأسفل. ايه النتيجة لما بنرمي كرة والجاذبية بتسحب الكرة دي تاني لأسفل؟ جرب كده تجيب كرة وترميها لفوق هتلاقيها وقعت تاني في الأرض. طب ده بسبب ايه؟ بسبب القوة الخارقة اللي تحت رجلينا اللي هي الجاذبية. ايه النتيجة بتاعت الكلام ده؟ هنقول تسقط الكرة لأسفل. سهلة خالص. علل ثبوت كتاب على الطاولة. ليه لما بحط كتاب على الترابيزة بتاعتي أو على المكتب بتاعي بيفضل ثابت؟ برافو، زي ما انت قلت، بسبب الجاذبية الأرضية اللي بتخلي أي حاجة ثابتة مكانها، واللي مخلياني أنا ثابتة مكاني، واللي مخلياك انت قاعد دلوقتي ثابت مكانك.
ماذا يحدث عند انعدام الجاذبية بين الشمس والكواكب؟ ايه اللي هيحصل لما ما يبقاش فيه جاذبية؟ فاكرين الرسمة اللي انا رسمتها؟ نرسمها تاني. الشمس اهي، الكواكب اللي بيدوروا حواليها، عطارد، الزهرة، الأرض، كوكبنا الجميل، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، باقي الكواكب. ايه اللي هيحصل لما ما يبقاش فيه قوة جاذبية تخلي الكواكب دي تدور في مدار وبشكل منتظم حوالين الشمس؟ طبعا كل حاجة هتبقى تسبح في الفضاء، ممكن حاجة تخبط في كوكب الأرض يحصل دمار كبير. يبقى ايه اللي هيحصل؟ هنقول تسبح الكواكب في الفضاء بعشوائية ويمكن أن يحدث دمار لكوكب الأرض. المجموعة الشمسية عامة نظامها هيبوظ، مش هيبقى فيه مجموعة شمسية. طيب ايه تعريف الاحتكاك؟ الاحتكاك ده لما بنعمل كده لما بنبقى بردانين في الشتاء، ايه اللي بيحصل نتيجة الاحتكاك؟ انا بعمل جسمين اهو بيتلامسوا مع بعض، بيولد لي طاقة حرارية. طيب او العربية اللي بتحتك بالطريق علشان تبطأ من سرعتها، دي قوة بتنشأ بين جسمين اهو متلامسين، او العربية والطريق جسمين متلامسين بتؤدي الى ابطاء حركة الاجسام. قوة تنشأ، التعريف ده مهم، بين سطحين جسمين متلامسين تؤدي إلى إبطاء حركته. طيب هو لازم يا مس مارينا يبقوا متلامسين؟ لازم يبقوا متلامسين، لازم يبقوا لازقين في بعض كده او بيحتكوا في بعض. طبعا. ليه؟ هقول لك حاجه ذكيه، علشان لو الجسمين مش متلامسين هيبقى بس ما بينهم قوه جاذبيه، لكن انا بعمل كده اهو، الاطار والطريق، الاطار والطريق ده قوه احتكاك. لكن لو حاجه بعيده عن حاجه، الجسمين مش متلامسين، ده بيبقى في ما بينهم بس قوه جاذبيه. يلا بينا ندخل على الاداء المنزلي اللي هو الواجب. قوه نقط تنشأ بين سطحين متلامسين. طالما قال لي سطحين متلامسين يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ برافو، قوه الاحتكاك. وكمان قال لي تؤدي الى ابطاء حركه الاجسام. يبقى اول ما اشوف ان دول سطحين متلامسين او ان الجسم هيبقى بطيء، على طول اجري اكتب قوه الاحتكاك. طيب القوه التي تعمل على اعاده الكره الى الارض بعد قصفها مره اخرى، هنحذف الكره هتقع تاني بسبب ايه؟ برافو، قوه الجاذبيه. طيب تسحب نقط هواة القفز بالمظلات إلى أعلى لتبطئ من سرعة سقوطهم نحو الأرض. إيه اللي بتخليه عارفين مين هم هواة القفز؟ دول ناس بيحبوا يطلعوا في الطيارات وينطوا، بيشوفوا ان دي هواية حلوة. عارفين فيلم بلبل حيران لما طلع فوق الطيارة ونط؟ اهو دول اسمهم هواة القفز. دول ناس بيحبوا يلبسوا الباراشوت ده بيخليهم يسقطوا على الارض ببطء كده، فهم نازلين بيشوفوا الدنيا من فوق ويعدوا على السحب ويشوفوا السماء من فوق. هم بيحبوا يعملوا كده، دول اسمهم هواة القفز. بيحبوا يطلعوا فوق ارتفاع عالي في الطيارة ويقوموا لابسين الباراشوت، واول ما ينزلوا يفتحوه، الباراشوت ده اللي هو اسمه المظلات باللغة العلمية بتاعتنا، يفتحوه وينزلوا على الارض ببطء فيتفرجوا على الدنيا من فوق ويتفرجوا على السحب والهواء، بيبقوا مبسوطين جدا. تسحب نقاط هواة القفز بالمظلات إلى أعلى لتبطئ من سقوطهم نحو الأرض. طبعا مقاومة الهواء. مقاومة الهواء دي بتأثر في اتجاه عكسي مع يعني الجسم نازل. تخيل احنا هنجيب ورقة ونرميها، ايه اللي بيخلي الورقة تفضل تتمطوح كده لحد ما تنزل على الأرض؟ بسبب مقاومة الهواء اللي بتأثر في اتجاه عكسي. يبقى لو انتوا شاطرين، الجاذبية ومقاومة الهواء زي بعض ولا عكس بعض؟ برافو، عكس بعض. الجاذبية على طول بتشد الأجسام لأسفل، لكن مقاومة الهواء لا، بتخليها يعني بتبقى مش عايزاها تنزل بسرعة، بتأثر في عكس الاتجاه. طيب اقرأ
اقرأ العبارات الآتية ثم صوب العبارات غير الصحيحة. يعني هنقرأ ولو في عبارة صح هنعمل جنبيها صح، لو في عبارة غلط هنصوب الحاجة اللي غلط فيها. الاحتكاك يزيد من سرعة الجسم. انت اللي هتقولها او انت اللي هتقوليها. الاحتكاك بيزيد ولا بيبطئ؟ برافو، بيبطئ. لا تقلل مقاومة الهواء من سرعة الجسم المتحرك. لا طبعا بتقلل. تؤثر الجاذبية على سرعة دوران الكواكب حول الشمس. الجاذبية بتأثر على سرعة دوران الكواكب إن هي تبقى بتدور في مدار معين. العبارة دي صح، ما فيهاش حاجة غلط. المدار هو شكل كروي تدور فيه الكواكب حول الشمس. لا طبعا شكل بيضاوي، شكل عامل كده. هقول لكم حاجة هي مش عليكم في المنهج بس عشان تبقوا فاهمين ليه ربنا خلق المجموعة الشمسية الكواكب بتدور حوالين الشمس بشكل بيضاوي مش كروي. قوم دلوقتي سيب التليفون حطه قدامك، دور، لف لف لف. انت بتلف بشكل ايه؟ بشكل كروي. مش انت بعد ما تلف شويه وهتدخ ممكن تتمطوح كده اهو او كده اهو، صح؟ انت ممكن تطلع بره الدايره اللي انت عاملها لنفسك. طب جرب تلف في شكل بيضاوي كده، لف في شكل بيضاوي، لف في شكل بيضاوي، هتلاقي ان انت بتلف بشكل ابطأ ومش بتخرج بره المسار بتاعك. فربنا عمل كده علشان ما يحصلش مثلا تصادم للكواكب او كوكب سرعته مره سرعته تزيد او يخرج بره مدار الجاذبيه فيصطدم بكوكب تاني فيحصل دمار بقى في الفضاء. لكن الحركة ان هو بيدور في مسار بيضاوي، الحركة دي بتقلل شوية من ان هم ممكن يصطدموا في بعض، وكمان بتخلي في مسافة ما بين الكواكب. يعني اهو ده مثلا كوكب عطارد، التاني الزهرة هنا، الرابع الارض مثلا هنا. شايفين في مسافة قد ايه؟ ده بيدور بالشكل ده وده بيدور بالشكل ده. لكن عكس لو كانوا كده، بصوا الشكل هيبقى مختلف خالص وممكن يحصل تصادم او اي حاجه ما بينهم. الجزئيه دي مش عليك بس انا بحبك تبقى فاهم. احنا مش بس بنحشر معلومات، احنا بنفهم وبنعيش العلوم ده. عشان كده بجد هي ماده لذيذه قوي، هي مش ماده حفظ ومش ماده لازم نحفظ كذا ولازم ده. حتى التعريفات احنا ممكن نكتبها بالطريقه اللي احنا فاهمينها، الموضوع هيبقى بسيط وسهل خالص. تدور الكواكب حول الشمس في مدارات ثابته تحت تاثير جاذبيه الشمس. الكواكب بتدور حوالين الشمس، صح. طيب الأجسام الخفيفة تصل إلى الأرض بسرعة أكبر من الأجسام الثقيلة؟ لا طبعا بسرعة أقل. التقييم الأسبوعي. اكمل ما يأتي. تدور الكواكب في مدارات ثابتة بسبب تأثير جاذبية. هنا بيقول لي الكواكب، مين اللي بيشد الكواكب؟ الشمس، بسبب تأثير جاذبية الشمس. كل ما تعطلوا افتكروا الرسمة اللي احنا رسمناها. اكتب ما تدل عليه العبارة التالية. نوع من قوة الاحتكاك ينشأ عن حركة الجسم في الهواء. مقاومة الهواء. علل تعد الشمس مركز الحركة في المجموعة الشمسية. ليه الشمس هي الكوين بتاعتهم؟ ليه هي اللي واقفة في النص وكلهم بيدوروا حواليها في مسار بيضاوي؟ علشان هي أكبر كتلة، وقلت لك كل ما تبقى كبيرة كل ما تجذب الكواكب بناحيتها. الكبير بيجذب الحاجات الأصغر اللي كتلتها أصغر منه. هنقول لأنها أكبر كتلة وحجم وبالتالي أكبر جاذبية، أو هنقول وبالتالي تجذب الكواكب لتدور حولها في مدارات ثابتة. طيب صوب. يجذب المغناطيس الأجسام المصنوعة من الخشب. هل لو أنا جبت مغناطيس وحطيته على الخشب هل هينجذبوا لبعض؟ لا طبعا. بيجذب الأجسام المصنوعة من المعدن زي 3 حديد نيكل كوبالت. تقولهم معايا: حديد نيكل كوبالت من المعدن. تزداد قوة الجاذبية بين جسمين عند زيادة المسافة ما بينهم. لا تزداد قوة، هو هنصوب تزداد هتبقى تقل.
هقول لكم حاجة تعلموها بيها. أنا عندي عاملين بيأثروا لي على الجاذبية. إيه هما؟ الكتلة والمسافة. نقول سوا: الكتلة والمسافة. الكتلة علاقة طردية، المسافة علاقة عكسية. تاني: الكتلة علاقة طردية، المسافة علاقة عكسية. هقول لكم يعني إيه علاقة طردية عشان لما تاخدوها في الرياضة تبقوا فهمتوها. تعالوا نكتب اللي احنا بنقوله: الكتلة علاقة طردية والمسافة علاقة عكسية. يعني ايه يا مس طردية ويعني ايه عكسية؟ طردية يعني كأني بطارد حد، هو طلع انا طلعت، هو نزل انا نزلت، انا بقلده، انا قلودة يا سيدي، انت مالك؟ طردية ده طلع ده طلع، ده نزل ده نزل. الكتلة كل ما تزيد كل ما الجسم تبقى كتلته اكبر، يبقى كبير، الجاذبية بتزيد ويشد كل حاجة عنده. يبقى كل ما الكتلة تزيد ايه اللي بيزيد؟ الجاذبية بتزيد. كل ما الكتلة تبقى قليلة الجاذبية كمان بتبقى قليلة. المسافة عكس بقى الكتلة. كل ما المسافة بيني وبينك بعدت الجاذبية هتقل. ايه اللي هيحصل؟ انا لو عايزة اجيبك دلوقتي امسكك، احنا بعاد عن بعض، او مثلا لو احنا معانا مغناطيسيين هما هنا، هل ايدي هتبقى عايزه تعمل كده؟ لا، عشان المسافه كبيره فالجاذبيه قليله. لكن لو المغناطيسيين هنا هتحس ان ايديك بتقرب لبعضيها. جرب كده تجيب مغناطيسيين هتحس ايديك بتشد في بعضيها. يبقى كل ما المسافه زادت احنا بعاد عن بعض، انا والمغناطيس بعيد، المغناطيسيين يعني بعاد عن بعض، الجاذبيه قليله. طيب لو المغناطيسيين قريبين من بعض المسافة قلت الجاذبية بتزيد. هقول لكم تعليمات ايه؟ المسافة فيها س وعكسية فيها س. يبقى العاملين الكتلة والمسافة. الكتلة ايه؟ الكتلة علاقة طردية والمسافة علاقة عكسية. تاني: الكتلة علاقة طردية والمسافة علاقة برافو عكسية. يبقى بيقول لي احنا حلينا، هنقوله تاني: تزداد قوة الجاذبية بين جسمين عند زيادة المسافة. هنا قال لي زيادة المسافة، المسافة علاقة ايه؟ عكسية، يبقى على طول تقل الجاذبية. اكمل ما يأتي. يجذب المغناطيس بعض المعادن مثل، كنا لسه بنقولهم 3، ايه هم؟ قولهم انت. برافو: حديد، نيكل، كوبالت. اكتب اي واحدة فيهم عشان هو مديني نقطة واحدة بس. اكتب ما تدل عليه العبارات التالية: الشمس ومجموعة الكواكب التي تدور. اكتب ما الشمس ومجموعة الكواكب التي تدور حولها، ده اسمها ايه؟ اسمها المجموعة الشمسية. علل جاذبية الأرض أكبر من جاذبية القمر. يا ترى ليه؟ علشان كتلة الأرض أكبر من كتلة القمر، لأن كتلة الأرض أكبر من كتلة القمر. طيب تؤثر مقاومة الهواء على الجسم الذي يسقط لأسفل في نفس اتجاه الجاذبية الأرضية؟ لا، أنا قلت لك المقاومة عكس الجاذبية، تبقى في عكس اتجاه الجاذبية الأرضية. تعرف القوة التي تنشأ بين جسمين متلامسين؟ قبل ما أكمل، جسمين متلامسين تبقى قوة إيه؟ الاحتكاك. إلى إبطاء الحركة بإيه؟ بالاحتكاك. اكمل. تقلل نقط من سرعة حركة الجسم في الهواء. طالما أنا قلت في الهواء يبقى مقاومة الهواء. القوة اللي اكتب ما تدل عليه العبارة التالية: القوة التي تنشأ بين سطحين جسمين متلامسين. شايفين السؤال ده عمال يتكرر يعني مهم. جسمين متلامسين بتبطئ حركته، يبقى أنا بتكلم عن إيه؟ عن قوة الاحتكاك. علل يدور القمر حول الأرض في مدار ثابت. ليه القمر بيفضل يدور حوالين الأرض؟ هنقول بسبب جاذبية الأرض للقمر. صوب. تعد الأرض مركز الحركة في المجموعة الشمسية؟ أكيد لا، أكيد مش الأرض، الشمس. إذا كان اسمها المجموعة الشمسية متسمية باسم الملكة بتاعتهم تبقى الشمس. يسحب المغناطيس مشابك الورق المعدنية بسبب قوة الجاذبية؟ لا، بسبب قوة المغناطيسية. عرفنا منين؟ عشان هو بيقول لي المغناطيس، ما بيقوليش احنا رميناه على الأرض، يبقى بسبب القوة المغناطيسية.
وبكده نبقى خلصنا حل التقييم بتاع الاسبوع العاشر في المدرسة. لو عندكم اي سؤال او حاجة مش فاهمينها اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. باي باي.